ناقص اقل من شهرين على سنة 2024 تخلص وسنة 2025 تبدأ ان شاء الله. بس الفكرة، هل الحاجات اللي انت كنت كاتبها علشان تحققها خلال سنة 2024 حققتها؟ طيب حققتها ما حققتهاش؟ الكلام اللي جاي الأهم. دلوقتي احنا في شهر 10 وناقص شهرين على ما سنة 2024 تخلص. انا بقى عايزك تيجي دلوقتي حالا وتتفرج على الفيديو ده وتشوف الشهرين دولت اللي هم ناقصين على بداية السنة الجديدة. انا ممكن اخليك تقدر تعمل ايه في الشهرين دولت، اللي هو ممكن الحاجات اللي انت هتعملها في الشهرين دولت ناس في سنة كاملة مش هتكون عملت الحاجات ديت. تعالى واتفرج وطبق الحاجات ديت. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. انا محمد سعد، بعمل فيديوهات على اليوتيوب، بنزل فيديوهات محتوى عن تطوير الذات وتنمية بشرية وازاي تكون افضل في حياتك. تنمية بشرية مش كلام، لا، تنمية بشرية ان هو حاجات اللي بتتحقق على ارض الواقع حرفيا. فلو انت مهتم او انتي مهتمين بالمحتوى دوت، يا ريت دلوقتي حالا تنزلوا تضغطوا لايك سبسكرايب وشوفوا الفيديوهات القديمة، ويلا بينا نبدأ الفيديو. بصوا، في البداية كده انا هتكلم معاكم في الفيديو دوت كلام انا عايزك تستقبله، ولو انت في نيتك ان انت هتستقبله وهترميه في الزبالة مش هتطبق حاجة، مش هتعمل حاجة، يبقى ما تشوفش الفيديو احسن عشان ما تضيعش وقتك. انا عايزك تسمع الكلام، يكون عندك النية اصلا ان انت عايز تعمل حاجة تمام لنفسك في الشهرين دول. حلو جدا. في ناس كتير طول السنة ممكن يكون انت واحد من 3 من الناس ديت. الشخص الاول بيعيش الشهر بشهره او اليوم بيومه عامة. هروح الشغل، ارجع من الشغل، اقعد شوية، خلاص الموضوع خلص، اليوم خلص، ولا في اهداف ولا في خطط ولا في اي حاجة. الشخص التاني عايز فعلا يعمل اهداف وعايز يوصل لحاجة، مثلا هتعلم اللغة الفلانية فهمشي كذا كذا كذا، هروح كورس كذا، في طريق تمام. وبس للأسف ما بيعملش كده. يعني هو عايز يبقى مثلا يتعلم لغة، عايز يبقى شخص أفضل، عايز يتعلم جرافيك ديزاين، عايز يتعلم في البيزنس، عايز بس مش بيطبق ليه لأسباب كتير ملناش دعوة بيها دلوقتي. حلو. الشخص التالت عايز فعلا يتعلم حاجة معينة، بياخد خطوات على أرض الواقع علشان يتعلم الحاجات ديت. في حاجات بتظبط منه وحاجات ما بتظبطش معاه. يعني الموضوع ايه؟ مش ماشي معاه كله ظابط وكله حلو، لا، في حاجات بيعرف يعملها وحاجات لا. انت شخص من 3 خلال السنة ديت تمام. انا بس عايزك تفهم حاجة تمام. في البداية عايزك تفهم حاجة مهمة جدا. ايه هو سنة 2024؟ ايه هو سنة بداية 2025؟ هو وقت، صح؟ شوية وقت وعمال يعدي. طيب هل السنة اللي هم 365 يوم عدوا كده مرة واحدة كده على طول؟ جت كده 1 2 3 4 على طول؟ أكيد لأ. أكيد إيه؟ كان في يوم، كان في شهر، صح؟ حلو. الشهر 30 يوم، اليوم 24 ساعة. هل ال 24 ساعة بيعدوا كده على طول؟ لأ، في ساعة، في ثانية، في دقيقة. فاهم؟ الموضوع تدريجي. حلو جدا. فأنا عايزك تفهم إن السنة، الشهرين اللي ناقصين، اليوم تمام، ده كله إيه؟ شوية وقت. فربنا بيديلك شوية وقت دولت أنت استغلتهم، عملت فيهم حاجة كويسة، على مدى زمني شوية وقت هتبقى النتيجة كويسة جدا جدا جدا، وهتشوف تطور كبير جدا. ليه؟ عشان انت في شوية الوقت اللي دلوقتي دولت عملت فيهم حاجة كويس. طب لو شوية الوقت دولت انت ضيعتهم، مع شوية الوقت اللي بعدهم ضيعتهم، مع شوية الوقت اللي بعدهم ضيعتهم، خلاص على مدى زمني كبير مفيش أي حاجة. فاهم؟ هو الموضوع بسيط جدا. فاحنا كده بدأنا نفهم، وأنا وصلت لك إن يعني إيه شهرين شوية وقت، يعني إيه بداية السنة الجديدة شوية وقت. ده شوية وقت ربنا مثلا كاتب لك شوية وقت، خلصت وقتك يا باشا، خلاص خلصت. فاهم؟ فالوقت ده بقى انت هتعمل فيه ايه؟ دي الحاجة اللي انا طالع اتكلم فيها دلوقتي. الشهرين الناقصين دول اللي هم شوية الوقت قبل ما السنة 2024 تخلص وبداية 2025.
الشهرين دولت اللي هم شويه دولت هتعمل فيهم ايه؟ ده اللي انا دلوقتي هقول لك تعمله. بس احنا كده فهمنا، يعني يعتبر حطينا اساس للفيديو بتاع النهارده. بص، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي في الشهرين دولت هنشتغل على 3 عوامل اساسيه هتخلي قبل ما السنه تخلص ال3 عوامل دولت هيبقوا مثلا من 40% ل 90%، والنتيجه دي هتوصل لها. وانا عارف انا بقول لك هتوصل لها ازاي، بس محتاجين ايه؟ حاجتين بس، استمراريه والتزام باللي انا هقول لك عليه. في الاول هقول لك حاجه، صلي على النبي. لو انت مثلا تمام بتروح جيم حلو اتمرنت ومستمر بقالك 5 سنين، يا عم مستمر بقالك سنه، مستمر بقالك 6 شهور، فقوت العضله من ما هي مثلا فيها دهون، او ان هي قليله، او ان هي صغيره، قطعت اليافك العضليه كبرتها خليتها اقوى خليتها احسن. صح حلو جدا. لو بعد 6 شهور نزلت خناقه مثلا تمام وشوف مشكله، هل انت هتتضرب؟ ممكن تتضرب عادي جدا. طيب هل الخناقه ديت لما تيجي تضرب حد هتبقى قوتك زي من 6 شهور؟ اكيد لا، القوه هتختلف وهتدافع عن نفسك جامد. حلو. طيب سيبك بقى من الخناقه وسيبك من الكلام ده كله، الفكره ان انت اهتميت بالجيم، صحتك تمام، نزلت خناقه اللي هي فيها جسمك فقدرت ان انت تسد فيها ولو شويه. حلو. ليه؟ عشان اتمرنت قبل كده. تمام. احنا دلوقتي هنشتغل على 3 حاجات، وهو جسمك تمام، دماغك ديت اهم حاجه، يعني اهم من جسمك كله، دماغك تمام. تالت حاجه الطاقه الروحيه بتاعتك. حلو جدا. اول حاجه هنهتم بقى ايه؟ اول حاجه وهي جسمك. لو انت مش بتلعب رياضه فبص، انت مش في خطر وانت مش في اي حاجه، عادي جدا. بس من النهارده هتبدا ان انت تنزل جيم تلعب رياضه. طب انت مش بتحب الجيم، بتحب الجري، حلو، روح جيم واجري. بتحب التنس، حلو، روح جيم وروح تنس. طب انت بتحب، روح جيم وروح اي رياضه انت بتحبها، بس الاساس بتاعنا وهو هيبقى ايه؟ الجيم. طيب هتيجي تسالني دلوقتي سؤال لولبي كده، هتقول لي اشمعنى الجيم؟ يعني انت بتقول لي ده اشمعنى الجيم؟ عشان الجيم بيقوي جسمك كله. في تمرينات بتقوي، مثلا النهارده بنج، بكره ظهر، بعده كتف، بتقوي جسمك كله. فانا عايز ايه؟ يبقى جسمك كله قوي، تهتم بالايه؟ بالجسم. فحلو جدا. فتروح الجيم. طب سباحه انت هتعرف مثلا تلعب وتعوم وبتاع وتعمل حركات، حلو جدا، وهتقوي جسمك برضه، بس مش زي الجيم. تنس حلو، هتجري برضه ورياضه وبتاع وزي الفل، بس مش هتكون بتستهدف جسمك كله. وانا عايز استهدف جسمك كله، انك تكون شخص قوي. فهنهتم بالايه؟ اول حاجه الجيم واي حاجه، ده جسم. حلو جدا. احنا كده اتفقنا تروح جيم وهتقوي جسمك. طيب يعني هو الشهرين دولت يعني اللي هيفرقوا؟ يعني انا مثلا رحت جيم دلوقتي يا عم، خلينا نفترض تمام، واحنا في شهر 10 دلوقتي، حلو، رحت الجيم وعملت فورمه، بص، ورحت موتت في التمرين واديت جامد واهتميت باكلي وكده، هل بعد الشهرين خلاص بقى انا كده هبقى شخص فورمه؟ اكيد لا طبعا. بس لو جبت جسمك من شهر 10 شهر 12 هتشوف الفرق كبير في صحتك على الاقل وانت ماشي، فاهم؟ اما تبص في المرايه هتشوف انت الاختلاف بنفسك. طيب هل انا الشهرين دول هيبقى الموضوع سهل؟ لا طبعا مش هيبقى سهل خالص، بس الفكره فين؟ استمراريه، التزام. هتستمر وهتلتزم، النتيجه بتاعتها هتبقى جميله جدا. جسم جميل، صحه جميله، قوه، فاهم؟ هتلاقي كل حاجه زي الفل. بس اهم حاجه ان انت ايه؟ تستمر وتلتزم. حلو جدا. وكده احنا خلصنا من اول حاجه وهي ايه؟ جسمك. تاني حاجه هنهتم بيها صديقي العسل وهي المخ. زي ما قلنا المخ، تمام. انا بالنسبه لي اهم من الجسم 100 مليون مره المخ. انت لو مخك تمام ومظبوط، المخ هو اللي بيحرك كل جسمك اصلا، هو المسؤول عن كل حاجه في حياتك. فانت لو اهتميت بالمخ صح، طبقت اللي انا قلت لك عليه، وانت اجتهدت وجبت حاجات تانية تنمي بيها مخك وتبقى احسن، ده بص هيبقى اهم حاجه في حياتك، اهم حاجه حرفيا. حلو. هنهتم بقى بالمخ ازاي؟ هنهتم بالمخ، المخ عامل بالظبط زي الجسم. الجسم هتعمل ايه؟ هتروح جيم، تقطع الالياف العضليه، تبني الياف عضليه جديده. حلو. طب المخ ايه التمرين اللي بيتمرنه؟ بيتمرن زي الجسم على طول.
زي الجسم بالظبط، بس مش هتروح له جيم، فاهم؟ يعني اول حاجه عايزك تكون عارفها، المخ بيتغذى على ايه؟ على حاجتين، على ميه وعلى اكسجين. نسبه الميه في جسمك انت عارف 70%، صح؟ ونسبه الاكسجين في جسمك كبيره. فالمخ بيتنفس على ايه؟ يعني ايه بيتنفس عليه اصلا؟ يعني ايه الحاجه اللي بتشغله، فاهم؟ ايه الحاجه اللي بتخليه مظبوط؟ ايه الحاجه اللي بتخليه هو موجود اصلا؟ حاجتين، الميه والاكسجين. حلو جدا. فهتعمل ايه؟ هتشرب ميه كتير، ده حاجه مفروغ منها، معلومه بص ناس كتير جدا قالتها لك، تمام؟ وهتنفس كويس، دي حاجه كويسه. طيب ايه الحاجه التانيه؟ ان انت هتبدا تقرا. انا عارف ان انت ممكن تكون بتحبش تقرا، وفي ناس كتير جدا ما بتحبش تقرا، والناس اللي بتقرا جامد قوي دلوقتي كانت في الاول مش بتحب تقرا، انا عارف الكلام ده. بس انت لازم تقرا عشان تخلي مخك ينمو، فاهم؟ يبقى كويس، يعرف ان هو آه يتمرن، انت بتمرنه زي جسمك، فتبدا تقرا. طيب حلو جدا كده، هنا هيقرا عشان ينمي مخنا ونخليه احسن في خلال الشهرين دولت. طيب هتقرا ايه؟ مش تقرا عن اي حاجه، تمام؟ انت هتشوف انت ايه المجال اللي بتحبه، ايه الحاجه اللي انت بتحبها. يعني مثلا لو جبت شخص دكتور، شخص مهندس، وقلت الاتنين اقرا، الدكتور هيقرا عن حاجات في الطب، حاجات هو بيحبها. طب مهندس يقرا عن حاجات في الهندسه، عن حاجات هو بيحبها. طيب جبت نفس الدكتور، دكتور ودكتور، تمام؟ هتلاقي ده برضه بيقرا حاجات، ده بيقرا حاجات. ليه؟ عشان كل شخص عنده ميول وعنده افكار وعنده معتقدات ونفسيا، يعني في حاجات هيحب ان هو يقراها وحاجات لا، فاهم؟ ميول الشخص مختلفة. حلو، احنا دلوقتي مسكنا في الميول، فانت هتشوف ايه الميول اللي انت حابب تقرا فيه، يعني ايه الحاجات اللي انت حابب تقرا فيها. بس حاجات اساسية كده، لازم تقرا عن ازاي تكون قوي شخصيا، ازاي تقوي شخصيتك، ازاي تكون مثلا تطور من نفسك، تطوير الذات، تمام؟ التنمية البشرية اللي هي على أرض الواقع، ازاي تقرا في الكلام دوت، قوانين القوة والكلام ده، دي كلها حاجات يعني ما فيهاش ميول، فاهم؟ دي حاجات هتفيدك في حياتك جدا جدا. لكن الميول بقى زي ايه؟ تقرا عن الاقتصاد، تقرا عن الفلوس، فاهم؟ دي بقى الميول. لكن الحاجة التانية اللي هو في ثوابت كده لازم تقرا فيها، تمام؟ ممكن تقرا مثلا عن كتب جريمة، كتب قوة، كتب رعب، كتب، بص في كتب كتير جدا جدا. بس كل شخص هيقرا عن ايه؟ ميول. طيب، طب يا عم بص، انا قرأت، تمام؟ بدأت اقرأ، حلو. هل في خلال الشهرين دولت خلاص بقى انا كده بقيت شخص جامد بقى لا، بص هو الحقيقة مش تبقى شخص جامد يعني بالجمدان اللي انت متخيله. بس انا عايزك تعرف حاجة، لما تقرأ، لو في خلال الشهرين دولت من شهر 10 لشهر 12، تمام؟ انت هتبدأ السنة على الأقل بأفكار جديدة، فاهم؟ هتبدأ السنة بدماغ جديدة، بحاجات جديدة دخلت في حياتك، حاجات جديدة انت مرنت مخك عليها، فبالتالي فادتك، فاهم؟ طيب الشهرين دولت محتاجين ايه؟ ما انا اكيد مش كل يوم مثلا هكون ملتزم، محتاجين حاجتين بس، استمرارية والتزام. استمريت في انك تقرأ والتزمت فعلا بانك تقرأ واجبرت نفسك انك تقعد وتقرأ، هتلاقي نميت مخك زي ما نميت جسمك بالتمرين والتزمت فيه فعلا. برضو في مخك الحوار نفس الموضوع، هتلاقي نفسك التزمت بانك ايه؟ تقرأ، فهيفيدك ودخل في دماغك افكار جديدة. حلو جدا كده، احنا خلصنا الجسم والمخ. نيجي لاخر حاجة وهي مهمة جدا برضو، وهي الطاقة الروحانية. تالت حاجة واخر حاجة معانا النهاردة وهي الطاقة الروحانية. بص، ديت مش في خلال الشهرين دول بس، ديت في خلال اخر يوم في الحياة، تمام؟ هتعمل ايه؟ هتكون ان انت مهتم بالطاقة الروحانية. يعني ايه الطاقة الروحانية؟ يعني الصلة اللي بين العبد وبين ربنا. ايه هي الصلة اللي بين العبد وبين ربنا؟ الصلاة. حلو جدا. طيب هل انا اصلي يبقى انا كده شخص متقي وشخص تمام وزي الفل؟ لا، مش بالظبط. بس احنا هنبدأ الموضوع انك هتبدأ تصلي وتصلي صح. ويعني ايه تصلي صح؟ في ناس كتير بتصلي بس مش بتصلي صح. خش الصلاة هو دماغه فيها مليون ألف حاجة، يخش الصلاة دماغه برضه فيها مليون ألف حاجة، يخرج من الصلاة دماغه فيها مليون ألف حاجة، وده غلط. الصلاة أساسها أصلا إن هي أنت بتفصل عن العالم خالص، تبدأ تستحضر إن أنت واقف قدام ربنا، خلصت صلاة خلاص، يبقى أنت الحاجات المشاكل اللي كانت قبل ما تخش الصلاة
يعني ان شاء الله باذن الله خلصانه، ان شاء الله باذن الله، فاهم؟ انت واقف قدام ربنا، فتبدا الاول ان انت تتعلم الصلاه، تمام، وتصلي، تبدا تقرا قران، تبدا ان انت تعمل اعمال خير، تبدا ان انت مثلا تزكي، يعني تهتم بالاساسيات ديت، تسمع لو انت مش عارف حاجات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الانبياء تبدا تعرفها، وهكذا. طيب هل الموضوع هيقف عند كده وخلاص؟ لا. كان زمان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان مفيش حاجة اسمها إسلام، يعني كان في دين إسلامي بس ما كانش فيه حاجة زي البطاقة مثلا، الشخص ده مسلم، الشخص دوت مش مسلم، ما كانش فيه الكلام ده. طيب كانوا بيعرفوا الشخص المسلم منين؟ من المعاملة معاه. يعني ايه من المعاملة معاه؟ يعني يتعاملوا مع شخص يلاقوه متصف بصفة مثلا الأمانة، متصف بصفة إن هو مش صفات كتير، فيبدأ يقول لك إيه، ده كده شخص مسلم. يلاقوه بيصلي، يعني فاهم، الشخص بيبان من أعماله. حلو. فأنا عايزك تكون الظاهري اللي أنت بتظهره والباطني يبقوا الاتنين كويسين، والاتنين يكون ربنا فيهم، فاهمني؟ يكون في أي حاجة، يعني ما تحاولش، مش هقول منافق بس بص، يعني ما تحاولش إن أنت تبقى أنا بصلي تمام، وفي ناس كتير كده بصلي عشان الناس تقول ان انا بصلي. لا، انا عايزك تصلي، ما سيبك من الناس كلها، سيبك من الدنيا كلها، انا بصلي علشان دي الصله اللي بين العبد وربنا، فاهم؟ فبص، ربنا خلقك من روحه الكريم، حلو، حلو جدا. فانت اي حاجه هتعوزها ايا كان، يعني وانت طفل اي حاجه بتعوزها بتقول لي مين؟ باباك مثلا، مامتك، ليه؟ انت متاكد 100% ان هم هيجيبوها لك وهيدوها لك، صح؟ حلو. ما بالك بقى يعني اللي انت عايزه واللي باباك عايزه ومامتك عايزاه وجدك وجيرانك، وبص كل الناس ديت بتطلبهم من شخص واحد بس، هو ربنا، فاهم؟ فدي الصلة اللي بينك وبين ربنا. فخلي دايما الصلة ديت يعني فيها عمار، فاهم؟ فيها جمال كده. هتلاقي كل ما انت تقرب خطوة، قال لك كده، كل ما هتقرب لي خطوة هقرب لك 10، هتقرب لي 10 هقرب لك 100. في جمال اكتر من كده؟ تلاقي نفسك بقى مرتاح نفسيا، الدنيا ظابطة معاك. بص، كل جوانب حياتك اي مشكلة تلاقيها بتتحل، انت مش فاهم ازاي بس هتلاقيها بتتحل. انت يا باشا عندك يقين، انت صليت وظبطت دنيتك وفي عمار بينك وبين ربنا، والصلة عمال تعمر فيها، فخلاص الموضوع خلصان، هتلاقي الدنيا بتظبط معاك لا محالة. طيب انت بتعمل كده تمام، ولقيت الدنيا مش ظابطة، عادي، طبيعي جدا، ممكن بس خلاص بقى انا اوقف؟ لا طبعا، لا طبعا، استحاله. انت تكمل وتستمر في ده وتدعي ربنا اكتر، يعني ربنا بيحب الشخص اللي يدعي، ادعوني استجب لكم، صح ولا غلط؟ صح. فانت تبدا تدعي. طيب بقى انت تقول ربنا بقى بعيد وفي السماء وفي الارض ومش عارف ايه وفي السماء السابعه، فعمال ما ادعي العقل البشري برضه بيتخيل حاجات كده هبله. تقول ايه؟ اني بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إني أقرب إليكم من حبل الوريد، يعني ربنا أقرب ليك أصلا من نفسك، فالموضوع خلصان، فاهم؟ دي أهم حاجة. والعامل ده في حياتك اللي هو الطاقة الروحانية، لو أنت اهتميت بيه صح وعملت يعني الصلة اللي بينك وبين ربنا خليت فيها عمار كبير، صح؟ صدقني جميع حياتك من أول دلوقتي لحد آخر يوم في عمرك، يمكن أنا أكون مت تمام وأنت بتسمع الكلام ده، هتلاقي الدنيا بالنسبة لك كلها جميلة وكلها مليانة مشاكل بس جميلة. انت مضغوط بس جميلة. انت بص، انت طالع عينك بس جميلة، على الأقل مرتاح نفسيا، فاهم؟ في طمأنينة، في اللي هو شعور أنا مش لوحدي، في حد معايا، ربنا معايا دايما، أنا حاسس دايما إن ربنا معايا، في أي خطوة هيخرجني، في أي حاجة هيخرجني، الموضوع خلصان، فاهم؟ ده أساس كل حاجة. طيب انا لما اعمل كده خلاص انا هبقى جامد في الشهرين دولت؟ لا، انت مش تبقى جامد برضو في الشهرين دولت، بس انت هتبقى احسن من شهر 10. يعني انت في شهر 10 خلاص، اللي هو وقت نزول الفيديو ده، في خلال الشهرين دولت انت دلوقتي مثلا علاقتك بربنا 1%، تسمع الكلام تطبقه، التزام، استمرارية، هتلاقي الموضوع بيبدأ يزيد واحدة واحدة، والدنيا بتبدأ تظبط معاك واحدة واحدة في خلال الشهرين دولت. فهتبدأ السنة الجديدة بأفكار جديدة، بجسم قوي، بطاقة روحانية، صلة مع ربنا أحسن بكتير. وبكده في خلال الشهرين دولت هتكون حققت حاجات ناس في سنة كاملة، حرفيا في سنة كاملة وممكن في سنين بتكتب كلام على ورق بس مش بتحققه، فاهم؟
يعني زي ما قلت لك الثلاث اشخاص في الاول: الشخص اللي بيكتب بس ما بيحققش، والشخص اللي عايز بس مضغوط، والشخص اللي عايز بس ما بيعملش كل حاجه. ناس بتكتب وناس بتعمل، سنه جديده وناس بتنزل ملايين الفيديوهات، وابدأ سنه جديده وحماس واكتب يا باشا واعمل حاجات كتير جدا، صح؟ بس مفيش حاجات، يعني 50% ولا 70% من الحاجات دي مش بتطبق اصلا، يعني ما بتطبقش. فاللي انا جاي اقول لك دوت في الشهرين دولت قبل السنه الجديده ما تبدا فيها 25 بشهرين، انت لو طبقته خلال حياتك كلها اقسم لك بالله حياتك كلها هتبقى جميله جدا. اهتميت بكل جوانبها. فكر كده، مفيش جوانب تاني. جسمك قوي، تمام، رياضه، مخك بتقرا، كله جامد، الطاقه الروحانيه، علاقتك مع ربنا زي الفل، مفيش حاجه تاني، فاهم؟ هتلاقي بقى علاقتك مع الناس بدأت تبقى أحسن بكتير جدا، علاقتك مع أهلك بدأت تزيد كبيرة جدا وبقت أحسن. طب علاقتك مع أهلك هتتحسن إزاي؟ ما في عمار بينك وبين ربنا، فأنت هتقرأ كتابه، صح؟ اللي هو القرآن. فكلها أمك ثم أمك، في حاجات كتير عن طاعة الوالدين، فاهم؟ وبالوالدين إحسانا، بس خلاص الموضوع خلصان. طب العلاقات مع الناس لو في إساءة تجنبها، هتلاقي كل حاجة بتترتب، يعني فاهم؟ هو سلم، انت بدأت البداية، ظبطت العمل مع ربنا، فواحدة واحدة وانت بتقرا كتابه، لا ده غلط معملوش، ده صح اعمله، فاهم؟ هتلاقي الدنيا كلها بتظبط معاك، الدنيا كلها بكل جوانبها. والله العظيم الكلام اللي بقوله لك دوت من ذهب، حرفيا من ذهب. يعني لو انا دلوقتي مت، تمام، فالكلام ده الفيديو ده عملت له، جمعته مع بعض ونزلته، انا مبسوط جدا، خلاص ده الصدقه الجاريه بتاعتي، انا مبسوط جدا بجد بالكلام ده. هو مش بيخرج والله بجد، الكلام ده خارج، يعني ده خارج كده، فاهم؟ يعني من ربنا كده، حلو، فاهم؟ فطبقوا الحاجات ديت، هتلاقي مع نهايه السنه انت بقيت في جميع الجوانب اللي في حياتك احسن 180 درجه حرفيا. والى هنا تنتهي حلقه اليوم. قبل ما ننهي الحلقه عايز اقول لك في نص دقيقه كده على حاجه ككوت مثلا مهمه جدا هتفيدك في حياتك. كل دقيقه بتعدي عليك هي بتبقى من عمرك، فالدقيقه اللي بتعدي ديت اوعى تخليها تعدي هباء او بدون لازمه او ايا كان تضيعها، لا، اهتم بكل دقيقه واستغل كل دقيقه لصالحك، لنفسك، لانك تبقى احسن، لانك تبقى افضل في حياتك. واعرف ان خير الناس انفعهم للناس. لو جت حاجه ان انت تساعد اي حد ما تترددش لحظه خالص، وكل يوم حسن نفسك وخليك شخص ايجابي. وبس كده، والى هنا تنتهي حلقه النهارده. اظن كانت حلقه جميله. وبص، انا عايز اي شخص، واحد او واحده اتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي، ينزلوا تحت في التعليقات يكتبوا لي ايه رايهم عن الحلقه ديت. وزي ما قلت لك سر الحلقه ديت يعني اكتبوه في الكومنتات، مش اي حد يعرفه، وهو الالتزام والاستمراريه مفتاح اي حاجه. وبس كده، سلام، الى اللقاء في فيديو اخر.